ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن واحد من افضل اجهزة التابلت اللي موجودة في السوق حاليا. تابلت شركة هواوي بتقدمه، اسمه هواوي ميت باد اس اي. بيصلح لكل افراد الاسرة، اطفال كبار صغيرين، وهتعرفوا ليه قدام لما نفتح التابلت ونتكلم على المواصفات اللي موجودة فيه. هواوي ميت باد اس اي متوفر منه نسختين. النسخة الأولى بتدعم الاتصال بشبكات الواي فاي فقط، أما النسخة التانية بتدعم الاتصال بشبكات الواي فاي، وكمان تقدر تركب فيها شريحة اتصال من الجيل الرابع 4G. الهواوي مات باد اس اي بيجي بشاشة كبيرة جدا 10.4 انش مع حواف جانبية متناسقة علشان تعطي مظهر رائع للواجهة الأمامية. معالج من شركة كوالكوم، بالإضافة لبطارية كبيرة جدا ونظام تشغيل هرموني الخاص بشركة هواوي. تعالوا نفتح الكرتونة ونشوف التابلت اللي موجود جوه ونعرف هو ليه مناسب لكل أفراد الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نفتح التابلت ونشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونة. طبعا زي ما انتم شايفين، اول ما نفتح الكرتونه هيكون موجود جواها تابلت، بس خليه على جنب دلوقتي. تعالوا نشوف ايه هي باقي الحاجات اللي موجوده في الكرتونه. هنا كده ادابتر الشحن موجود، كتيب التعليمات والكفاله بتاعه الجهاز، وواير الشحن، بالاضافه لهنا كده الدبوس المعدني لو انا طبعا هركب شريحه او هحط ميموري كارد. هي دي كامل المحتويات بتاعه الهواوي ميت باد اس اي. تعالوا بقى نتكلم عن التصميم، وليه التابلت ده واحد من اقوى التابلتات اللي موجوده حاليا. وطبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين هو ده هواوي تابلت ميت باد اس اي بعد لما فتح. تعالوا بقى نتعرف ونبدا بالتصميم بتاعه. طبعا الاطار الجانبي اللي على الجوانب ده بتاع التابلت مصنوع من البلاستيك، كمان زي ما انتم شايفين الظهر مصنوع من البلاستيك. التابلت بيجي بلون واحد فقط، وهو اللون الاسود اللي انتم شايفينه معانا ده. اما بقى وزن التابلت فهو 440 جرام مع سمك 7.8 ملم. ودلوقتي تعالوا نتكلم على الشاشة بتاعة التابلت. زي ما انتم شايفين حجم الشاشة ده 10.4 انش، اما نوعها فهو اي بي اس ال سي دي، ومعدل التحديث بتاع الشاشة 60 هرتز. اما دقة الشاشة فهي 1200 في 2000 بكسل، بكسلات 225 بي بي اي بكسل في البوصة الواحدة. والشاشة نفسها بتستحوذ على 80% من الواجهة الأمامية للتابلت. التابلت بيشتغل زي ما احنا شفنا بنظام هيرموني او اس 3.0. تقدر تحمل كل التطبيقات اللي انت عايزها من على اب جاليري، اللي هو الابليكيشن ده، لان انتوا عارفين ان هواوي مفيش فيها حاليا اي خدمات جوجل. هو ده الاب جاليري، ودي البرامج اللي تقدر تنزلها، وكمان تقدر تضيف عليها برامج تانية، يعني مفيش اي مشكلة. اما المعالج او السرعه بتاعه التابلت فهو كوالكوم سناب دراجون 680 معماريه 6 نانو اوكتا كور. يعني المعالج او التابلت اصلا سريع. نفس المعالج ده هو اللي موجود في هاتف اوبو اي 77 اس وريدمي نوت 11. طبعا مفيش بصمه للاصبع موجوده في التابلت، ولكن الكاميرا الاماميه دي اقدر افتح واقفل منها التابلت من خلال بصمه الوجه بتاعتي، او من خلال الطرق التقليديه العاديه زي اني اعمل باسورد. خلينا نتكلم بقى عن المساحه بتاعه الميت باد اس اي. في منه 32 جيجا، وفي 64 جيجا، وفي نسخه زي اللي معانا دي 128 جيجا، ولكنك تقدر تزيد ميموري كارد سواء اخترت اي مساحه فيهم. اما الرام فهتلاقي منه نوعين، في 3 جيجا رام وفي 4 جيجا رام، طبعا بتختلف حسب الموزع والوكيل والدوله اللي انت فيها. التابلت مزود بمجموعه من المستشعرات، طبعا اهمها التسارع الضوء وضبط السطوع تلقائيا. السماعات الخارجيه اللي موجوده في التابلت زي ما انتم شايفين مزدوجه هنا وهنا علشان تديك صوت عالي جدا وتجربه صوت مفيش احلى منها. طبعا زي ما شفنا في منفذ للسماعه السلك الاي يو اكس موجوده في التابلت هنا كده. طيب خلينا ننتقل للكاميرا الخلفيه اللي موجوده في التابلت. زي ما انتم شايفين في عدسه واحده او كاميرا واحده دقتها 5 ميجا بكسل بتدعم التركيز التلقائي. اما لو اتنقلنا للكاميرا الاماميه او العدسه بتاعت السيلفي اللي موجوده هنا كده
في التابلت دي دقتها 2 ميجا بكسل. هتصور فيديو بالكاميرا الاماميه او بالكاميرا الخلفيه، اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل جوده فول اتش دي. اما البطاريه بتاعت التابلت فهي 5000 ملي امبير، طبعا غير قابله للازاله. قوه الشحن او الادابتر اللي شفناه جوه قوته كانت 10 واط، وزي ما قلنا منفذ الشحن يو اس بي تايب سي. التابلت فيه انظمه كتيره لتحديد المواقع زي الجي بي اس. في حاجه جميله جدا للتابلت، عشان كده بقول لك هو مناسب لكل افراد الاسره. اولا ان سعره مناسب، انا اعرف سعره دلوقتي. ثانيا مواصفاته عاليه والبروسيسور او المعالج بتاعه قوي. وفي حاجه كمان للاطفال اسمها كيدز كورنر، الابلكيشن اللي انتوا شايفينه ده. كيدز كورنر ممكن تدخل عليه هتلاقي فيه حاجات كتير جدا زي العاب للاطفال، اغاني للاطفال، برامج للاطفال، حاجات تنمي الذكاء بتاعهم وتخليه كويس. طيب هل الهواوي ميت باد اس اي ما فيهوش عيوب؟ هو في بعض العيوب ولكنها بسيطه جدا. زي ايه؟ زي انه ما بيدعمش الشحن السريع لان قوه الشحن 10 واط بس. كمان هو ما فيهوش خدمات جوجل، لكن ما حدش يقلق لان اب جاليري زي ما قلت لكم فيها كل البرامج او 90% بالبرامج اللي انت او الابلكيشنز اللي انت ممكن تدور عليها. وكمان زي ما شفنا جوه مفيش سماعه سلك، مع ان في منفذ لكنها مش موجوده جوه، فهتضطر اللي انت تشتريها. طيب الهواوي ميت باد اس اي سعره كام؟ التابلت النسخه ال 32 جيجا مع 3 جيجا رام سعرها 165 دولار او حوالي 6000 جنيه او 700 ريال. ينفع لكل افراد الاسره، شاشه كبيره، بروسيسور قوي، معالج سريع، كيدز كورنر للاطفال، كل اللي هم عايزينه موجود هنا، اغاني، العاب، برامج، كل حاجه موجوده عندهم. وفي نفس الوقت البطاريه بتاعته عاليه علشان يقعد معاك وقت طويل، وسعره ما هواش مبالغ فيه. اللي عنده اي سؤال يكتبوه له في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد او تابلت جديد قريب. سلام.